تحية صديقة. طبعا دائما مجلة نادي الصحافة تواصل أن تتواصل مع العديد من الفاعلين السينمائيين. طبعا معنا الأستاذة رامية الغني عن التعريف، والآن تستعد لدورة ثالثة للفيلم القصير بمدينة مراكش. الدورة الأولى والدورة الثانية خلقت استقبالا واستحسانا من طرف متبعي الشأن السينمائي، وهذا يدل أنها لها رغبة قوية طبعا في تدعيم الدورة المقبلة. قبل ما نغوصوا معك نعرفوا عليك شكون هي الأستاذة، تفضل مشكورة. شكرا على الاستضافة. معكم رامية بالعدل، مؤسسة والمنظمة ديال مهرجان مراكش للفيلم القصير في الدورة الثالثة ديالو. أنا فنانة تشكيلية، عندي خريجة فنون جميلة ديال تطوان، وعندي واحد الخبرة اللي هي شوية متواضعة، يعني 10 سنين ديال الخبرة في المجال الفني والثقافي، وكذلك في مجال إدارة الأعمال الفنية والثقافية. طيب الآن أنتم مقبلين على واحد العمل جديد، بدنا نعرفوا شنو هي خصوصيته. في إطار مهرجان مراكش للفيلم القصير التقينا حنايا مجلة المهرجان أننا نشتغلوا على واحد البرنامج سميتو برنامج بيست اوف، اللي فيه كنلتقيو يعني الافلام القصيره من لا بروميير اديسيون، الدوره الاولى والدوره الثانيه، وبغينا نعرضوهم في دور السينما، في دور يعني في دور عرض ثقافي. وبغينا ان الفيلم القصير يكون عنده يعني فضاءات ثقافيه اكثر. فابتداء من بدينا هذا البرنامج من شهر ابريل. خدمنا مع متاحف، كان متحف يعني الفن المعاصر الافريقي في مراكش، خدمنا مع المعهد الفرنسي في مراكش، خدمنا مع الشاوي برودكسيون، ايدين اوتيل في قنيطره، عرضنا كذلك افلام في كذا في الدار البيضاء مع الامريكان ارت سنتر. وان شاء الله الاختتام هذا البرنامج ما بين 10 و 11 ان شاء الله الاسبوع المقبل غادي يكون عندنا فعاليه اللي هي اسبوع نهايه اسبوع ديال العروض. غادي يكون هذه الفكره كيف جات بعدا، كيف جات في خضم انكم الان كتستعدوا للدوره الثالثه؟ الفكره هو اننا بغينا نديروا واحد الفعاليه ديال المهرجان تكون قائمه في غضون يعني على ماشي المهرجان تكون عندي غير موعد يعني سنوي، ولكن بغينا المهرجان يكون عنده يعني برامج طيله السنه. فالتقينا اننا نديروا هذا البرنامج وبدينا في شهر ابريل ان شاء الله. في العام المقبل هو 2024 غادي نبداو في شهر 3، وغادي يكون يعني برنامج في مارس. غادي يكون في برنامج كيتعاود ديما. وكذلك حنا بغينا ان نعطيو شويه المساحه للمخرجين المغاربه وكذلك للفيلم القصير المغربي باش يكون حاضر في دور العرض، سواء دور عرض جديده بالنسبه للمنتوج السينمائي، وخصيصا الفيلم القصير اللي حنايا كنهتموا به. طيب علاش مشيتوا للفيلم القصير وعلى غرار واحد المجموعه من المهرجانات الوطنيه؟ سواء الفيلم قصير وطني، اولا خصنا نعرفوا نحددوا كما قلتي واش قصير دولي، يعني بنعرفوا واش عنده واحد البعد دولي وافريقي. هو الفكره هو انتاج وانشاء واحد المهرجان اللي كيهتم بالفيلم القصير الوطني والمحلي. فاش كنقول محلي يعني على افريقيا وكذلك عربيا. وحنايا عندنا في بين التشكيله ديال المهرجان كاينين 3 ديال التشكيلات. كاين تشكيله الافلام المغربيه، وهاد الافلام المغربيه اللي خصيناهم فقط بالمسابقه، يعني كاينه مسابقه فقط ديال الافلام المغربيه. كاينه تشكيله ديال البلد المستضاف، كل عام كنعرضوا على بلد يعني ضيف الشرف. الدوره الاولى كانت مصر، الدوره الثانيه كانت فلسطين، الدوره الثالثه ان شاء الله غادي تعرفوا الدوله المستضافه هذا العام. باقي ما قررتوا؟ لا قررنا، ولكن باقي حتى شهر ماشي مشكل حتى شهر 6. وكاين التشكيله العالميه يعني الدوليه اللي فيها افلام قصيره من جميع يعني انحاء العالم. طيب نبقى دائما معك في هذه العمليه، حيت نتكلموا اشنو الاضافه ديال هذا المهرجان ديال مراكش. ماذا شنو غادي يضيف هذا المهرجان؟ هو خاصه انه مراكش تيستضيف مهرجان دولي اللي كاين. نعم، المهرجان الدولي للفيلم هو كان بالنسبه لنا واحد الانسبيراسيون، يعني استوحينا منه الفكره ديال المهرجان. مهرجان مراكش للفيلم القصير الخاصيه ديالو انه هو مهرجان ديال السينما ديال الهواء الطلق. العروض كلها هي كتكون في
ناطق في الهواء الطلق هنايا في مراكش، عرست مولاي عبد السلام اللي هي الجردة ديال مولاي عبد السلام. كانت في الدورة الثانية كنا درنا في قصر مزيع. هذا العام ان شاء الله غادي نديرو في قصر الباهية، وهذه هي الإضافة ديال هذا المهرجان يعني لا غير بحال لا خدنا السينما الشاطئ. سينما الشاطئ نعم، بغينا داك ليسباس بوبليك ان الفضاء العام يكون يعني موجه لاشياء ثقافيه واشياء سينمائيه اللي كتفيد العامه واللي كتفيد يعني ما تفكروش كذلك في ديال هذا المهرجان بطبيعه الحال تديروا اوراش، يكون مستر كلاس، تكون ندوات. هادشي كاين في 8 الايام، يعني 8 ايام انطلاقا الناش انطلاقا من لو 22 من 22 شتنبر الى 21 شتنبر، يعني من 22 حتى لو 29. وبيان سور طبعا كيكونوا كاينين الى جانب العروض اللي غيكونوا في الهواء الطلق، كاينين ورشات، كاينين ماستر كلاس، كاينين دي كونفيرونس، يعني كاينين لقاءات، وكاينين برامج جديده اللي غادي نديروها اللي ما درناهاش في لا بروميير ولا دوزيام ايديسيون في الدورات اللي فاتت. هاد الدوره عندنا برامج جديده جدا، حنايا زعما فرحانين وجد فخورين اننا زعما بالنسبه للدوره الثالثه زعما خدمنا غادي نطرحوا اشياء جديده يعني ضمن فعاليات رغم انك ما بتقوليش ما بتصرحيش ضيف هذا الشرف ما فيها ذات بطبيعه الحال. كاين واحد قبل ما نختم معك بطبيعه الحال، اشنو الاستراتيجيه ولا الاليات اللي تشتغلوا عليها باش ننميو الحركه السينمائيه سواء مدينه مراكش او على المستوى الوطني؟ هو انا بالنسبه لي هو الحاجه الاولى والداعمه الاساسيه هو دعم الانتاج السينمائي والانتاج السينمائي، لانه دابا حنايا في اللجنه ديالنا اللي كنشوفوا دابا الافلام لقينا بان كاينين افلام مغربيه اللي هما يعني تستحق انها تكون حاضره دوليا وتستحق انها تكون حاضره محليا، ولكن ماشي بداك الكم اللي كاينين افلام يعني مصريه اللي هي غير دوله شقيقه وعندهم تبارك الله واحد الانتاج اللي واجد عالي. وفي ضمن يعني في ظل هذا المنظور حنا الحمد لله درنا واحد برنامج ديال الدعم. دابا الحمد لله الفيستيفال المهرجان كيدعم جوج ديال الافلام ديال جوج ديال المخرجين المغاربه بالشراكه مع شاوي للانتاج وان شاء الله هاد الافلام غادي نشوفوهم في قريب تما في شتنبر. اذا قبل ما نختم معك طبعا شنو هما الناس او الشركاء ديالكم ديال هذه الدورات السابقه ولا الدورات اللي جايه، واش هما نفس او لا يكون زدتوا شي حاجه اخرى جديده؟ الحمد لله يعني بعد النجاح ديال الدوره الثانيه فاش شي حاجه كتنجح الناس كيبغيو يبقاو معها بزاف، يبقاو معها ديما. فحنا كان عندنا نفس الشركاء ديال العام الفايت اللي هما وزاره الثقافه الحمد لله، اللي هما يعني المركز ديال السينمائي المغربي اللي هما يعني دي اسوسياسيون جمعيات ديال من مراكش، يعني كجمعيه اغا الاطلس الكبير. عندنا كذلك ناس جدوا معنا جدادين كشاوي برودكسيون اللي دابا معنا في الانتاج. عندنا السفارات اللي كانت يعني السفاره الايطاليه والسفاره البولونيه دابا سفارات جدادين زادوا معنا حتى هما، يعني الحمد لله كاين اذا كاين واحد تجاوب كبير بينكم كاين تجاوب كبير والدليل ديال هذا التجاوب هو هاد ليفينمون اللي حنا غادي نديروه ان شاء الله ما بين 10 و 11 الجاري بالشراكه مع دار الكتاب اللي هي دار النشر. وغادي يكون ان شاء الله بالنسبه يعني مع العروض غادي يكون واحد الندوه اللي غادي تكون مع فؤاد العروي ونور الدين الخماري، يعني باش مهرجان يستقطب هاد جوج الاسماء هذا يدل على انه. وكذلك دار الكتاب فهي واحد دار النشر كبيره قديمه في الدار البيضاء اللي حنا لينا الشرف اننا تكون عندنا. اذا الحقيقه صراحه انا تنشكركم لانه الدوره الثالثه واستقبال اسمها تزيد بانكم تمشون في الطريق الصحيح، وبان المهرجان لابد غادي يوصل لواحد المرحله ديال الرشد. تنشكروك وتنتمنى لكم التوفيق من مجلة نادي الصحافه، دائما تواكب هذه الفعاليات السينمائيه، والى اللقاء في فرصه قادمه بحول الله.